ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، ورمضان كريم علينا كلنا، ويرحم امواتنا ويرحم بابا اللي حببنا في الحمام وبيربيه من واحنا صغيرين جدا. ودي اكلة بصوا بترفع عندي هرمون السعادة كده، فلما بعملها بيبقى صنع بكل حب. فتعالوا نشوف الطريقة وازاي لونه حلو. الحمام من الاكلات اللي هي السهلة والبسيطة جدا، بس له تريكات معينة كده، وما بيحبش الاضافات الكتير، لانك لو حطيتي عليه اضافات انتي بتنقلي الطعم في سكة بتخلي طعمه وحش ووحش جدا كمان. يعني ما تفكرش ان كل ما هتضيف عليه حاجة يبقى حلو. التنظيف، بنشيل اطراف الجناح كده، والجزء اللي هو بيبقى ورا دوت عشان الزفارة، والرقبة دي هنشيلها من تحت الجلد، يعني مش هنشيل الجلد ولا هنقطعه. ولو مقطوع برضو انا معايا كذا حمامة مقطوعة برضو، بس هوريكي هنحلها ازاي. ونفصل الجلد عن اللحم. البصل هيبقى معانا جزء مفروم وجزء متقطع. الكمية اللي انت بتحبها، بس اهم حاجة تكتري البصل والفلفل الاسود والسمنة، دول هما روح الحمام. اللي هو بشرناه هناخد المية بتاعته نحطها على الحمام نتبله بيها، ومعاه فلفل اسود، والبصل نفسه هنحطه على الكبد والقوانص. هنحط الفلفل الاسود وهنتبله. دي الخطوة دي بتعملها اول حاجة علشان خاطر تسيبيه يتبل على ما انت تجهزي بقية المكونات. هنا البصل اللي احنا قطعناه مش هتشوحيه بقى ولا حاجة، انت هتحطيه ني كده، بيرفع الطعم والريحة بتقلب الدنيا. فكاش عشان المكونات بسيطة بيبقى مش حلو. انتي هتدعكي بقى، انا بصوا ما قلبتش بالمعلقة، انا عملته بايدي. السمنة، وتزودي سمنة براحتك مع الرز والبصل، وقلبتهم جامد قوي لحد ما الرز تغلب فيهم كلهم. هنا الكبد والقوانص اللي احنا حطينا عليها البصل المبشور، بتقلبيها مع سمنة، ما بتحطيش زيت، لان الزيت بيخلي الرز مفرفر قوي لدرجة انك تيجي تاكلي تلاقيه بيقع منك. بس قلبتهم. هنا حطيت معلقة واحدة بهارات، ممكن تستغنى عنها وتستكفي بالملح والفلفل بس، وبيطلع طعمه حكاية يعني. هنا حطيت الرز اللي احنا كنا تبلناه وحطيت مية، هسيبه نص سوا بس مش هيستوي، ولازم لما تحشي يكون بارد خالص. هنا الحمام اللي تبلناه وحشيناه. بصي الاجزاء اللي هي مقطوعة ما قربتش ناحيتها بالرز. بصي الرقبة من نص مفصولة، هنا دي مش مقطوعة، مليها رز عادي. هتحطي في الشوربة حبهان وورق لورا وقرنفل وفلفل اسود حصى والملح وبصل وطماطم بس. وتحطي الحمام على ظهره كده وتسيبيه 50 دقيقة على النار، نار هادية جدا جدا يعني، ومش هتقلبي فيه ولا هتقفليه بأي حاجة. بس وهو طلع بالسوق، وحتى الحاجات اللي كانت مقطوعة معايا م، سهل. دي الطاسة اللي انا، هي يا جماعة مش بيضة وانا سويتها، هي سودة اصلا كده، انا اللي فتحت لها لونها كمان شويه بس. وحطينا الحمام. بصي ما حطيتش اي اضافات، ولا كاتشب ولا سكر ولا ليمون ولا الكلام ده خالص. الحاجات دي كلها بتغير الطعم. بس عايزه اقولك ان الحمام بيغيب جدا على النار وهو بيتقل. يعني انت لما بتحطيه وتطلعيه وتقولي لونه مش حلو عشان ما بتصبريش عليه. بس فانا بسيبه وافضل اقلبه كل شويه، وبيطلع باللون الجميل ده، وبألف هنا وشفا. باي.